المنصور الدوانيقي مرات ومرات حاول قتل إمامنا الصادق أكثر من مرة. يوم من الأيام يقول الربيع دخلت على المنصور الدوانيقي سمعته يهمهم ويتأوه يقول فقلت خيرا يا أمير. قال لقد قتلت من شيعة علي وفاطمة أو من أبناء علي وفاطمة 100 أو يزيدون. هذا اللي سووا له قبل سنوات مسلسل وتمثيل ودفعوا عليه الأموال ليبيضوا صورة المنصور الدوانيقي، وهو بالواقع أخص شخصية عرفها التاريخ. هو يصرح يقول إني قتلت من أبناء علي وفاطمة 100 أو يزيدون، ولم يبقى إلا سيدهم ومولاهم جعفر بن محمد، وإني قد عزمت على قتله. يا ربيع إذا كان الصباح ائتني به على الحالة التي تجده عليها. يقول قصدت دار الإمام وأنا في حالة ما أدري ماذا أصنع، لكن أنا عبد مأمور أنفذ أو أقتل. وجدت الإمام قائما بالصلاة، قلت سيدي أجب الأمير لقد دعاك. قال نعم. قال لكن على الحالة التي أجدك عليها. قال ذلك لك يا ربيع. قال سيدي أمرني أن أأتي بك مسحوبا. قال إذن يا ربيع خذ كمي هذا. فأخذ كم الإمام الصادق وجئت به إلى القصر. على باب القصر المنصور جالس ومهيئ السيف يريد أن يقتل الإمام. يقول لما دخل الإمام الصادق من باب القصر الربيع يقول نظرت إلى شفتي جعفر بن محمد تتحركان، نظرت إليه دنوت منه سمعته يقول يدعو الله يا منجي موسى من كيد فرعون نجني منه يا دائم يا دائم يا دائم. يقول فوالله ما أنهى الإمام الصادق كلماته حتى رأيت المنصور قام من على كرسي الخلافة ونزل يمشي بين يدي الإمام الصادق ويسلم على الإمام، ثم أجلسه وجلس بين يديه جلسة العبد الذليل وهو يقول سيدي يا جعفر بن محمد ما الذي جاء بك ومرني بأي أمر أنا حاضر. الإمام نظر له قال حاجتي أن لا تبعث علي بعد هذه المرة. يقول الربيع أنا أنظر مستغرب. المنصور قال ابعث عليه حتى أقتله، والآن أراه يصنع ما صنع. ثم التفت إلي وقال يا ربيع أوصل جعفر بن محمد إلى بيته معززا مكرما محترما. يقول فأوصلت الإمام وأنا مستعجل أريد أرجع إلى المنصور أعرف ما القضية، بعث علي ليقتله ما الذي جرى. يقول رجعت إلى القصر مسرعا سألت وين الأمير؟ قالوا دخل إلى حجرته وأقفل على نفسه ومنع أن يتكلم مع أحد على الإطلاق. يقول أنا ما رحت للبيت تلك الليلة، انتظرت الآن يطلع المنصور حتى مرت الليلة وراح لليوم الثاني عند الصباح فتح الباب، فتح المنصور الدوانيقي باب غرفته خرج سلمت عليه جلس على كرسيه. قلت أصلح الله الأمير بالأمس بعثت على جعفر بن محمد لتقتله ولما وصل رأيتك صنعت ما صنعت فما الخبر؟ قال يا ربيع إذا حدثتك لا تحدث أحدا. قال أبدا. قال أنا من ليلة أمس من يوم أمس في حجرتي أرتعد وأخاف. خير يا أمير؟ قال والله يا ربيع لما دخل جعفر بن محمد من الباب كنت عازما على قتله وكنت قد جردت سيفي فقلت ما إن يصل إلي جعفر بن محمد حتى أضرب عنقه فيموت عندي بالقصر وخلص تنتهي القضية. لكن بمجرد أن دخل من باب شعرت بالقصر يهتز ونظرت وإذا ثعبانا كبيرا فاغرا فاه قد وضع شفته السفلى في أسفل القصر والعليا في أعلاه هذا تراءى له وهو يخاطبني بلسان عربي فصيح ويلك يا منصور لئن آذيت جعفر بن محمد لأبتلعنك ومن معك في القصر. فهذا الإمام مرات عديدة نجا حتى بعد موته. الإمام بعد موته لما جاء الخبر إلى المنصور الدوانيقي أنه مات الإمام الصادق، طبعا هو المنصور الدوانيقي دس السم للإمام الصادق عبر من؟ عبر واليه على المدينة محمد بن سليمان، فوضع له السم بالعنب
وأطعم منها الإمام، واستشهد الإمام بأبي وأمي مقتولا مسموما محتسبا صابرا شهيدا. وصل الخبر إلى المنصور، يقول الربيع دخلت على المنصور وجدت المنصور كأنما بحالة غير طبيعية، قلت خير يا أمير، فألقى إلي الكتاب، قرأت وإذا ينعون إليه فقد جعفر بن محمد. ثم نظر إلي قال اسمع، انظر لمن أوصى الإمام بعده، لمن أوصى جعفر بن محمد بعده، خذوه واقتلوه. روح ابحث لمن أوصى جعفر بن محمد، أكيد تارك وصية. فبعثوا بالأخبار وإذا وصلوا إلى وصية الإمام الصادق. الآن شوف، حتى بعد موته الإمام الصادق ما الذي صنع؟ وصلت الوصية، شافوها، قرأها المنصور، وإذا الإمام الصادق يوصي ل5، أولهم الدوانيقي، لأنه هو يقول انظروا إلى من أوصى اقتلوه. فأوصى الإمام إلى 5، منهم حميدة المصفات زوجة الإمام، ومنهم ابنه الإمام الكاظم، ومنهم ابنه عبد الله، ومنهم محمد بن سليمان والي المدينة اللي قتل الإمام الصادق، ومنهم المنصور الدوانيقي. فعرف المنصور أنه نجا الإمام بهذه القضية، يعني حافظ على حياة الإمام الكاظم، وإلا بالواقع أراد قتل الإمام الكاظم.